قبل ما نبدأ فيلمنا الجامد ده، ما تنساش تصلي على نبينا محمد في التعليقات، وتجهز بقى نفسك لقصه أكشن وغموض ومخابرات وكل حاجة هتخلي قلبك يدق جامد. ومن غير ما أطول عليك، هات مشروبك واقعد في مكان هادي، ويلا بينا نبدأ فيلمنا اللي هيشدك من أول دقيقة. فيلمنا بيبدأ مع واحدة اسمها دومينيكا، عايشة مع والدتها المريضة وبتراعيها بكل حب بعد وفاة أبوها. دومينيكا مش بنت عادية، دي رقصة باليه محترفة، وشغلها ده هو مصدر دخلها الوحيد. علشان كده لما بتضطر تسيب والدتها وتروح الشغل، بتجيب ست اسمها ليني تهتم بيها مقابل فلوس. بتتحرك دومي للمسرح وبتبدأ تجهيزاتها للعرض الكبير، وفعلا العرض بيبدأ وكل الناس مبهورة بيها. بنت فنانة من الطراز الأول. بس للأسف كل حاجة بتتغير فجأة لما بيجي زميلها في العرض، كورفي، ويدوس على رجلها بالغلط أثناء الرقصة الأخيرة. الراجل اتكسرت، الجمهور بيتصدم، والناس بتجري بيها على المستشفى. وهناك بيبدأ الأطباء يركبوا شرايح ومسامير في رجلها علشان تقدر تمشي تاني. في نفس الوقت، في مكان تاني من المدينة، بنشوف عميل سري أمريكي اسمه ناسان بياخد تعليمات مهمة من زميلته في التليفون، وبينزل يشتغل على المهمة فورا. لكن الشرطة الروسية بتكتشف مكانه وبيبدأ الجري والهروب. ناسان بيجري وبيتسحب في الشوارع لحد ما بيوصل للسفارة الأمريكية، وهناك بيقول لهم إنه مواطن أمريكي وبيطلب حمايتهم. نرجع تاني لدومي، اللي دلوقتي خارجة من العمليات بعد ما ركبوا لها الشرايح وهي في قمة الانهيار، حاسة إن حياتها كراقصة خلصت. بس بعد 4 شهور بتقدر دومي تمشي تاني، ولسه بتحاول تتأقلم على الوضع الجديد. في يوم وهي رجعت البيت، بتلاقي عمها إيفان، نائب مدير المخابرات الروسية، جاي يطمن عليها. بيروح معاها المطبخ وبيفاجئها بخبر صادم. المسرح قرر يرفدها واستبدلوها براقصة تانية اسمها سونيا. وده مش بس معناه نهاية شغلها، لكن كمان نهاية الكفالة اللي كانت بتدفع تكاليف علاج والدتها وإيجار البيت. إيفان بيحاول يظهر ندمه وبيقول لها إنه حابب يعوضها عن كل السنين اللي ما كانش جنبهم فيها، وبيسلمها ظرف بيقول لها لما تبقي جاهزة تكلمه. دومي بتفتح الظرف وبتلاقي فيه جهاز تسجيل وصور لكورفي وهو خارج مع سونيا، وبتسمع تسجيل لمكالمة بينهم وهما بيخططوا لإيذاء دومي وأخد مكانها في المسرح. دومي بتتعصب جدا وبتقرر تنتقم. فعلا بتروح المسرح من غير ما حد يحس، وبتلاقي كورفي وسونيا بيعملوا علاقة مع بعض. فبتدخل عليهم فجأة وبتمسك العكاز وتضربهم بيه لحد ما بتكسر عظمهم. بعدها بتتصل بالطوارئ وتبلغ إن حصل حادث في المسرح وبتسيب العنوان. لكن لما بترجع البيت، بتلاقي والدتها وقعت في الحمام. بتنقذها بسرعة، لكن بتكتشف إن ليني بطلت تيجي علشان الكفالة اتوقفت. فبتطمن والدتها وبتقول لها إنها هتلاقي حل وترجع كل حاجة زي الأول. ثاني يوم بتروح دومي لعمها إيفان، وبتفاجئه إنها موافقة تشتغل معاه، بس مقابل فلوس. إيفان بيقول لها إن ديمتري راجل أعمال غني، طلع في الأصل راجل عصابات خطير، والمخابرات عايزة تراقبه. ولأن ديمتري كان عاجبته هي على المسرح، طلب منها تقرب له وتكسب ثقته. المهمة مش سهلة، ومحتاجة منها تضحي بنفسها وجسمها. فبتتردد، لكنها بتوافق في النهاية لما بيعرفها إيفان إنهم هيعالجوا والدتها وهيدفعوا إيجار البيت. فعلا بتروح الفندق اللي فيه ديمتري وبتلبس فستان يشد الانتباه. ديمتري بينبهر بيها وبيطلع معاها الأوضة، وهناك بيحاول يغتصبها. لكن فجأة بيظهر راجل لابس خوذة، بيقتل ديمتري بسلك معدني، وبيهرب معاها على موتوسيكل. الراجل ده بيطلع اسمه سيرجي، عميل مخابرات، وجايبها بأمر من إيفان. بيودوها للمقر، وهناك بيشوفوها من الكاميرات. الجنرال فلازمر بيستغرب ليه ما تخلصوش منها، لكن إيفان بيقول إنها بنت أخوه وواثق فيها. دومي بتتجنن، بتحس إنها اتورطت في جريمة من غير ما تعرف، وبتخاف على حياتها. إيفان بيهديها وبيقول لها إن الحل الوحيد إنها تتدرب وتبقى عميلة سرية، يا توافق وتعيش في أمان وبفلوس، يا تترمي للذئاب. ودومي بتوافق. بياخدها إيفان لمدرسة تدريب اسمها المدرسة الرابعة، وهناك بتستقبلها المشرفة ماترون، وبتقول لها ممنوع تقولي اسمك الحقيقي. وبتبدأ التدريبات القاسية. في نفس الوقت ناسان بيرجع لأمريكا، وهناك بيتم استجوابه وبيقرروا يبعدوه مؤقتا. لكن ماربل، الجاسوس اللي بيتعامل معاه، مش هيرضى بحد تاني. فبيرتبوا إن ناسان يقابله في بودابست. الروس بيوصلهم الخبر،
وبيقرروا يجندوا حد علشان يراقب ناسان ويكشف مين الجاسوس الروسي. بعد 5 شهور من التدريب، دومي بتتخرج وبترجع موسكو، وهناك بيكلفها إيفان بمهمة جديدة: تسافر بودابست وتقرب من ناسان وتكتشف مين الجاسوس اللي في روسيا. بيديها جواز سفر مزور باسم كاترينا، وبتسافر. في بودابست بتقابل زميلتها ميري اللي بتحذرها من المدير بتاعهم فولتن اللي دايما بيتحرش. ثاني يوم دومي بتروح تسأل فولتن عن ناسان، وبيقول لها إنه بيحب الكحول والكتب والبنات، خصوصا اللي زيها. بتبدأ دومي تراقب ناسان وبتصبغ شعرها وتروح النادي اللي بيروحه، وهناك بتحط كتاب روسي في شنطتها علشان تبين إنها روسية، وبتلفت نظره لكنه بيفاجئها إنه شافها وهي بتراقبه امبارح. وبيمشي. تاني يوم الكارنيه بتاع النادي بيضيع منها، والمفاجأة إن ناسان هو اللي سرقه وبدأ يجمع عنها معلومات. بيكتشف إنها راقصة باليه وعمها نائب المخابرات، فبيقترح إنهم يجندوها هي لحسابهم. دومي بتحضر حفلة في السفارة وبتقابل ناسان هناك اللي بيناديها باسمها الحقيقي، فتفهم إنه هو اللي سرق الكارنيه. بتبدأ العلاقة بينهم تتطور، لكنه دايما حذر. في نفس الوقت دومي بتلاقي ظرف في أوضة ميري فيه صور ليها وهي بتعمل علاقة شاذة مع ستيفاني، ومسودة عرض شغل $250,000 وتذكرة سفر للندن. بتحس إن في حاجة غريبة. فولتن بيرفض يساعدها، فبتبتزه بفيديو بيضربها فيه علشان يجبره ينفذ طلباتها. بعد كده بتروح لبيت ناسان وبتحكي له إنها ضحية اعتداء من مديرها، وبتحاول تغريه لكنه بيرفض. بتقرر تفتش بيته لكن مش بتلاقي حاجة، فبتاخد كوباية عليها بصماته. لما بيرجع عمها بتحكي له اللي حصل وبتقول له إنها قربت من ناسان، وعرفت كمان إن في عميلة تانية اسمها ستيفاني وبتحتاج $250,000 علشان ترشيها. إيفان بيوعدها يدبر المبلغ. فجأة ميري بتطلع عليها بمسدس وبتقول إنها بقالها سنة شغالة على المهمة دي ومش هتسمح لها تسرق مجهودها. دومي بتهديها وبتوعدها بفلوس وترقية، وبتعترف لها إنها شاهدة على قتل ديمتري. بتروح دومي تفتح حساب بنكي في فيينا علشان تستقبل الفلوس، لكن لما بترجع بتلاقي ميري مقتولة في الحمام، وسيرجي بيهددها بنفس المصير لو اتكلمت. بتبلغ الشرطة وبتقول إنها ما تعرفش حاجة. ناسان بيجي ياخدها وبتحكي له كل اللي حصل. بيطلب منها تشتغل معاه وبيوعدها بالحماية والجنسية الأمريكية. بتوافق وبتنقل كل التقارير للوكالة الأمريكية، وعلشان يختبروها بيعرضوها على جهاز كشف الكذب، وبيوافقوا على طلبها $300,000 علشان ترش ستيفاني. بيسافروا لندن وبتتم الصفقة مع ستيفاني قدام ناسان اللي بيصور كل حاجة، لكن بعد ما بتخرج بتتقتل في حادثة غامضة. بسبب كده بيطلبوا من فولتن يسافر بدومي لروسيا فورا. بيتحقق معاها هناك وبيعذبوها بشدة، لكنها بتقنعهم إنها تقدر تجيب معلومات أكتر لو رجعت أمريكا تاني، وفعلا بيوافقوا. بيرجعوا يبعتوها وبتقابل ناسان اللي بيحضنها وكان فاكرها ماتت. بيقضوا ليلة سوا، لكن تاني يوم بتصحى تلاقي سيرجي بيقتل ناسان وبيسأله عن اسم الجاسوس لكنه بيرفض. وهنا المفاجأة: دومي بتطعن سيرجي وبتبدأ معركة عنيفة بينهم، لكنها بتقدر تقتله. في المستشفى بيجي الجنرال فلازمر وبيقول لها إنه هو الجاسوس الأمريكي، وبيطلب منها تمسكه بنفسها علشان تاخد مكانه، وبتوافق. في تبادل بين الروس والأمريكان. المفاجأة إن اللي بيتم تسليمه مش فلازمر لكن إيفان، ودومي هي اللي لفقت له التهمة وفتحت حساب في فيينا باسمه علشان تحول عليه الفلوس. وبيتم قتل إيفان على يد مجهول أثناء التبادل، ودومي بترجع روسيا وبتستلم منصبه في المخابرات. ولحد هنا يا صديقي العزيز بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير عشان غيرك يستمتع، وسيب لنا رأيك في قصة الفيلم بتعليق جامد منك. وطبعا لو دي أول مرة تشوفنا اشترك في قناة ريكابتريكس وفعل الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجاية. ويلا سلام.